وهلا ومرحبا بيكم في فيديو جديد. معاكم عمر من قناة نورمال عمر، وده فيديو جديد بإذن الله. وفي الفيديو ده هشرح لكم طريقة ازاي اشرح لكم قصدي افضل اعدادات للعبة، وهي لعبة اي اف سي موبايل. وقبل ما نبدأ الفيديو حط لكم اشتراك في القناة وفعل زر الجرس، ويلا بينا على طول نخش. طبعا ما انك دخلت الفيديو اكيد داخل عشان تشوف الاعدادات، فانا مش هكدب عليك وفعلا هوريك افضل الاعدادات. ومبدئيا الاعدادات بتخش لها بتتكة من الاعدادات، تتكة بيه في اللاعب وهنا بتظبطها. وابدا اشرح لكم كل اعداد بطريقه مفصله. مبدئيا اول حاجه حجم الزرار الافتراضي. ده انت لو عملته كده هو كده حجمه صغير. لو عملت كده هيبقى اكبر، وده بنصحك بيه لو انت صبعك كبير او صبعك كبير قوي. ده هيفيدك اكتر، علشان ساعات لو تاتش تليفونك ضعيف برضه بيفيدك، لكن لو صبعك صغير برضه بيفيدك، فانا انصحك تفعله. اما ده الزرار الافتراضي طليق، انا ده مبدئيا لغيه، لان انت لو فتحته هيخلي لك ان الزرار الافتراضي لو حطيت مثلا ايدك فوق يعمل لك فوق، لو حطيت ايدك تحت يعمل لك تحت. بس افرض انت او وصلت المنطقه اللي انت خلاص مش عايز تتحرك اكتر من كده فمش هتعرف تشوط، فانا انصحك ان انت تعملها ثابت. واركان اللي انت لو خليته طليق مش هيفيدك قوي. تمام، وبنصحك برضو بالنصيحه دي. تاني حاجة وحجم الزر أو حجم الأزرار التحكم في اللعبة اللي هي بتبقى التسديد وكده. أزرار اللعبة أكبر في الحجم، ده بنصحك بيه برضو عشان تعرف تتحكم في اللعبة. بس لو انت اتعودت على اللعبة من زمان أوي متعود على الأزرار ومكانها، ممكن تخليه صغير علشان برضو تعرف تشوف الجون وتشوف الحاجات دي، عشان ساعات بتلغوش المنظر اللي هو كل ما تحقق أزرار تبقى كبيرة. تمام. وتباعد أزرار كبير، ده لو انت فعلته بيخلي لك الأزرار تبعد عن بعض جامد بطريقة بطريقة يعني مش لطيفة شوية يعني. بتخليهم بعاد عن بعض قوي. ممكن لو انت جديد في اللعبة ما تتعودش عليها، أو حتى لو انت قديم بس متعود على زرار التحكم القديمة خليك عليها. ما تغيرش ما تتكش على الخيار ده. تمام. خيارات التحكم اللعبة، طبعا خيارات تحكم اللعبة ده اللي هو زرار الافتراضي بيخلوا لك على اليسار، وبيخلي لك الحركة على اليمين. ممكن لو انت تعملها يعكسهم لك، بس بيعكسها لك بيخلي لك الافتراضي يمين والحركات من ورا يسار، ده على حسب اللي انت عاوزه مش اكتر. وانصحك تخليه على صور احسن عشان ده بيفيدك. هتقولي بيفيدني ايه؟ ممكن لو انت مثلا بتتحرك تيجي تشوط على الجون مش هيكون حلو قوي. بس انصحك خليه زي ما هو. تمام. ايماءات فقط. ده بيخلي لك تمكين اللي هو بتسدد وبتمرر. ده بيقول لك بيعطلك زر التسديد والتمرير والكرات البينيه. بيخليها ايماءات فقط، يعني اللي انت بس تتك على الشاشه، او اللي انت تشوط بايدك اللي انت تسحب على الشاشه، او اللي تتك على المكان اللي انت عايز تباصي فيه تباصي فيه، او المكان اللي انت عايز تعمل منه بينيه. تمام. تغيير اتجاه الهجوم بين الشوطين، الصراحة دي مش مفيدة أصلا، إنها ملهاش أوي حاجات يعني. بيقولك لا تغير اتجاه الهجوم بين الشوطين، فده لأ، خليها زي ما هي أحسن. هت- خليها زي ما هي أحسن. خلي الكمبيوتر الحركات في حركات معينة ما تغيرش فيها خالص، عشان الكمبيوتر أو اللعبة تفيدك برضو وتخليك مختلف أكتر. زي الزرار ده برضو خليه مقفول زي ما هو. عرض الملاحظات المرئية خليها زي ما هي برضو، صراحة دي خيار جديد ولسه هنجربه في اللعبة. الرادار ده اللي هو بيخليه مفتوح، خليه مفتوح، ده لو انت عايز تبقى محترف فعلا. لو انت لسه جديد في اللعبة هيفيدك برضو اللي انت تحترف بسرعة، عن طريق ان الرادار ده ممكن تشوف لاعب ما يكونش باين في الشاشة. تلاقي لاعب اتقدم من على خط التسلل بقى لسه على خط التسلل، فانت تبعت له بينية عالية فهو يجري لان المهاجم اسرع من المدافع، وهو يجري هيجيب لك جون. والطريقه دي خليت انا عرفت اجيب بيها جون كتير. وطبعا تركيز التسديده القويه، ده الخيار ده فوق برضو معانا السنه دي. والخيار ده قوي جدا ومفيد جدا برضو. الخيار ده عن طريق اللي هو لما تيجي تعمل باور شوت او تسديده قويه، لما تسحب عليها بتلاقي الشاشه بتقرب اللي هو بتعمل لك زوم، بعدين فجاه الزوم بيروح. فانصحك لو انت تليفونك ضعيف تقفلها، ولو تليفونك قوي بس ما تحبهاش اقفلها برضو. انا عن نفسي اقفلها عشان ما تعلقش. ما اي نعم تليفوني قوي بس انا ما بحبهاش. تلميحات التحكم ده بيقول لك برضو بيفيدك، فيديو كامل اللعبه عاملاه برضو بيفيدك في زرار التحكم كده. التمرين المتقدم ده بيساعدك برضو بالاي اي. بطريقه الاي اي بيساعدك شويه في التمرير. يعني لما تيجي تتك تمرين ممكن تقفله لو انت بتعرف تمرر لوحدك، بس انصحك تخليك فاتحه علشان هو يفيدك بدل ما انت تتعب نفسك في كده. انقر او انقر مرتين على ايماءات التمرير دي. لو انت بص، يعني لو عايز الكرة عالية تتك مرتين، ولو عايز كرة واطية تتك مرة واحدة. ده لما هو تحدد في المكان اللي انت عايز تباصي فيه، بتك مرة وهو بيرفعها لك بيخلي لك على الأرض، بيخلي لك عالية. الحركة دي أنا كنت بستخدمها السيزون اللي فات، بس السيزون ده قفلتها.
علشان مش ما بتفيدنيش قوي. وفي غير كده في هجمات كتيره ساعات ممكن تليفون يعلق في التك مرتين بس هو يحسبها لك مره فيبص على الارض، فالحركه دي مش هتفيدك، فاحسن لك اقفلها او افتحها زي ما انت تعوز. فانا شرحت لك ايه، وشوف انت ايه اللي فيهم المفيد. وغير كده ممكن في الركنيه خلي بالك اهم حاجه التكه مرتين، وغير كده لو انت في الاول مش هتتعود عليها. معدل رفع القوة السريع ده لو انت قفلته زي ما انا كده قافله، بيخليه طبيعي، لان لما مثلا ما تيجي تشوت مش هيملى الباور على الاخر، لا هيملى بالراحه. لكن لو فتحته هيخليها تملى في ثانيه على طول، بوقت اسرع قصدي. فما انصحكش اوي لعبة القاي ده اللي هو سيبهم هما الاتنين دوت مع بعض. اكيد طبعا انت فاهمهم، اللي هما لو انت سبت الشاشة خالص ما بقتش تتحرك هو بيلعب لوحده، وهو ده انصحك تسيبهم، عشان لو التليفون علق او حتى البنج قفل عندك هو يتحكم لوحده. المساعدة في لعب العرضية ده بيخلي لك تحكم ضبط شريطة القوة تلقائيا لما بتلعب عرضية، هو اللي بيظبطها لك تلقائي. ممكن تفتحه ممكن تقفله على حسب اختيارك برضو. انت ممكن تحببه اكتر. اي نعم انا هفتحه دلوقتي واجربه وابقول لكم في فيديو جاي باذن الله إيه اللي حصل منه. التبديل التلقائي للاعبين ده بيخلوا لك لما تكون في حاله الدفاع هو بيبدل تلقائي بين اللاعبين اللي قدام اللاعب، وده برضه انصحك تسيبه مفتوح عشان ده يخليك محترف اكتر بكتير. وغير كده عشان ما تتعبش نفسك في التبديل الا لو انت بتعرف تبدل لوحدك وبسرعه، فاكيد افتحه لان برضه لو انت قفلته ده هيفيدك جدا جدا جدا. ده هو. تمام. مراوغة المواجهة، المواجهة حسب السياق، الرشيقة حسب السياق، البتاع دي صراحة قريبة منه. نظام اللي هو مراوغة المواجهة حسب السياق ده بيقولك إن اللاعب لما يجي يقرب من واحد وهيراوغه بيخلي الكرة قريبة منه، وده ممكن يفيدك. وممكن لو انت معاك لعيبة بطاء شوية ممكن هيفيدك كتير. لكن لو معاك المهاجمين سرعة أنصحك تقفله علشان هيخليك اللعيبة تجري. لكن لو انت اتكيت عليه فتحته هيخلي اللعبة بطيئة جدا. طبعا احنا دلوقتي شرحنا اللي هو كل الاعدادات بتاعت بيئة اللاعب، وشرحت لك كل حاجة فيها. فيلا نخش على الرسوم. رسوم طبعا على حسب التليفون، وغير كده اللعبة هي اللي تبقى ظابطها لك فخليها زي ما هي. في الصوت برضو نفس الكلام، هي اللعبة ممكن تقفله، شوف انت عاوز ايه منه برضو. لو عايز تقفله اقفله، لو عايز تفتحه افتحه، ولو انت عايز تعليق ممكن تشتغل بتعليق. ممكن تنزل التعليق اللي انت عاوزه، انا منزل ده عن نفسي بس. الحاجة دي بس هو اللي اللعبة بتنصحك بيها. لكن لو عايز تنزل تعليق انت نزل زي ما انت عاوز. تنزيل التعليقات هنا بينزلك المؤثرات الصوتية والتعليق، شوف انت عاوز تنزل تعليق ولا لا. انا عن نفسي ما بحبش التعليق. اللغة هنا بتحدد اللغة زي ما انتوا عارفين. الوحدات بيغير لك في السنتيمتر والكيلو كيلو جرام، ده على حسب الوحدات طبعا. اللي هو لو عايز تخش على اللعب تشوف هو طوله قد ايه وكام كيلو جرام، فبرضو هنا بقى المساعدة والملاحظات دي لو انت عايز تكلم اللعبة وتشوف كل حاجة فيها. حاسب الحساب ده اقعد تتك عليه عشان يحسب لك حسابك. بيانات فريق العمل ده حاجات ملناش دعوة بيها كلها. وبس كده كنت شرحت لكم كل الاعدادات اللي في لعبة اي اف سي 24. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه وبقيتوا محترفين اكتر او زدتوا احتراف. وانا عارف بنسبة 100% ان انت ما تفهمش في الاعدادات وما كنتش مظبطها وظبطتها بعد الفيديو ده، زي احترافك هيزيد بنسبة 180 درجة عن المستوى السابق ليه. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم حطوا لكم اشتراك في القناة وفعل زر الجرس، واشوفكم في فيديو جاي، ومع السلامة.